كونتنتات تالتة ثانوي 2024. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج بيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو ان الفيديو ده هيبقى موضوع زي ما قلت لكم كده ان الفيديو ده هيبقى مختص لثانويه عامه. طبعا هيبقى مختص لثانويه عامه في حاجه معينه، هي ايه؟ هتعرفوها دلوقتي. اعلمك ازاي تبدا صح في ثانويه عامه، لان لو انت بدات صح هتنهيها صح، ولو بدات غلط فللاسف جدا هتبدا برضو وتنتهي بطريقه غلط. لو عايزين تعرفوا ازاي تبداوا ثانويه عامه صح في اقل من 5 خطوات كملوا الفيديو. تمام. طبعا انت كطالب ثانويه عامه السنه دي هتبقى قلقان ومتوتر وخايف، لان كل سنه بتسمع كلام انا اسفه في اللفظ. انا نفسي من 3 سنين كنت قاعده نفس القعده بحاول اتفرج على اي فيديو يطمني يديني الامل، يحاول يحسسني ان الدنيا هتبقى كويسه في ثانويه عامه. ما تقلقش، هي السنه سهله جدا جدا جدا، بس المشكله ان هي ما فيهاش بريك، يعني ما فيهاش استراحه، ما فيهاش راحه خالص. انا كده اتوترت او قلق، لا، انت هتاخد بريك من نفسك، مالكش دعوه بالباقي، مالكش دعوه ده بدا، مالكش دعوه دي هتعمل ايه، مالكش دعوه باللي لسه ما حجزش، مالكش دعوه باللي بيقولك يا عم لسه بدري، احنا فين والدراسه لما تبدا فيه. لا، انت غير اي طالب، انت المفروض تبدا اصلا من شهر 9، بس عشان المدرسين كان عليهم ضغط السنه اللي فاتت، وان الظروف كلها كانت جايه ورا بعض، شم النسيم، عيد، رمضان، كله كان جاي ورا بعض، فعايزين ياخدوا شويه راحه صغيره. فعشان كده هتلاقي السنه دي دفعه ثانويه عامه 2024 بادئين متاخر جدا. ايوه متاخر جدا، احنا في 10 خلاص داخلين عليه، فاضل اقل من اسبوعين وشهر 10 يبدا. انتوا عارفين الكارثه اللي انتوا فيها؟ شهر 10 ده معناه ان انت لما تبدا في 10 هتحاول تجري في المنهج، فمش هيبقى عندك وقت ان انت تاخد بريك. فعشان كده انا بقولك انك تبدا صح. طيب ازاي ابدا صح وازاي مش هاخد بريك؟ لان البريك عامه في ثانويه عامه سواء ادبي او علمي بيبدا البريك من شهر 1، بس مش بريك زي ما انت متخيل، ده هم يا دوبك اسبوع ولا 4 ايام، على حسب المدرس وعلى حسب ضميره، هيحاول يسهل معاك الدنيا ولا هيخليك تتشحطط برضو في الاجازه. يلا بقى نخش في الموضوع عشان انتي عماله ترغي وصدعتيني، وانا عندي واجب وعندي حصه وعايزه انام وكل الكلام ده. طيب انا هقول لك دلوقتي، اول حاجه بتعملها ان انت لازم تنظم نومك. ازاي تبدا نومك تنظمه في ثانويه عامه ومش عارف؟ انا هقول لك تعمل ايه. طبعا ثالثه ثانوي اليوم كله بيبقى متاكل حرفيا. طيب انا ما عنديش ولا يوم اجازه غير يوم واحد بس، ينفع انام فيه؟ ينفع تنام فيه. اليوم اللي انت اجازه فيه اوعى تفكر في اي حاجه غير ان انت هتنام بس، لان لو انت فكرت انا هعمل ايه طيب لما اصحى، انا ما تفكرش في حاجه. خلي دماغك كده تاخد راحه، علشان ده وقت النوم. وقت النوم ده لازم تفصل دماغك عن كل حاجه. لما تبقى عايز تنظم يومك، طيب ازاي هنظم يومي يا بس اقول لك دلوقتي. احلى حاجه في ثانويه عامه ان انت تبدا يومك من الفجر. ازاي ابدا يومي من الفجر؟ ده الناس كلها بتبقى نايمه، فده اللي انا عايزه اقوله لك، ان انت لو نمت وصحيت الفجر تبدا يومك حرفيا مش هتحس ان في غيرك في الحياه كلها. ودي احسن لحظه ممكن الانسان يكتشف فيها حاجات كتير جدا في نفسه، انك لما تبقى قاعد لوحدك لسه بتحاول تجمع نفسك هعمل ايه. انت هيبقى قدامك وقت طويل جدا. شوف لو انت عندك درس الساعه 10، درس الساعه 8، الساعه 9 هيبقى قدامك من الفجر ل9. يا ده انت قدامك وقت كبير قوي عبال ما تبدا اليوم. صح، شربت اللي انت بتشربه، نسكافيه، قهوه، شاي، حتى لو ميه، المهم ان انت تحاول تصحصح كده من بدري، لان انت لما تبدا بدري اليوم بتاعك هيخلص بدري. معنى ان انت لما تبدا الساعه 4 5 الفجر تصلي الفجر، تقعد تستنى لما تفوق كده، قول يا سيدي 6 الصبح، تبدا بقى تشوف انت وراك ايه، خدت ايه المره اللي فاتت في الدرس، اي درس، مش شرط اذاكر الماده اللي عندي دلوقتي، عادي لو انا مذاكره الماده اللي عندي كمان كام ساعه عادي خلاص ابص بصه فيها كده، اعمل تشيك ان فيها وخلاص، اشوف الماده اللي بعديها. طالما انا فاضي وما وريش اي حاجه، يبقى انا احاول اشوف انا ورايا ايه تاني غير الماده دي. تمام. بعد كده زي ما قلت لكم نظم يومنا ازاي. لو انت مش هتقدر تصحى الفجر او الكلام ده تمام، بس انا عايزاك تبقى على سريرك الساعه 11 بالليل. بعد كده هتدخل الساعه 12 هتلاقي نفسك عايز تعمل مليون حاجه، والقلق والحزن. طبعا احنا عارفين الساعه 12 سواء بنات على فكره وولاد كمان في ثانويه عامه بيجي لهم حاله كده، انا مش هعمل حاجه، انا مش هعرف انجح، انا وانا وانا. لا، كل ده تهيئ بعد الساعه 12.
محدش له دعوه بيه. عشان كده انا بنصح اي بنت واي ولد بيتفرج على الفيديو ده في ثانويه عامه يحاول ينام شويه قبل 12، ما يسيبش دماغه للساعه 12 ذاري. وطبعا كل اللي في ثانويه عامه عارفين انا قصدي ايه، حرفيا بتروح وتجيب وتودي وتعمل كل حاجه في الساعه 12. ممكن حرفيا تكون ماشي زي الفل وكل امتحاناتك شاطر فيها ومذاكر كل حاجه، بتيجي عليك الساعه 12 وانت صاحي دماغك هتوديك في حته وحشه قوي. احتاج تنام بدري عشان اليوم يبقى كويس معاك وتنهي يومك وانت كمان جسمك عايز يرتاح، جسمك اللي انت مش هتحطه معاك طول اليوم في الدرس. فلازم ننام بدري عشان نصحى بدري، عشان كمان جسمنا ليه حق علينا، عقلك ليه حق عليك، عينك ليها حق عليك. فلازم بجد تدي حق لجسمك كله زي ما انت بالظبط عايز الناس تديك حقك في الدرس. فانت لو رحت مش مصحصح او لو رحت مش مركز هتحسب ان المشكله في المدرس وكله مستمتع بالدرس الا انت. طب هما ذنبهم حاجه؟ لا، ذنبك انت، لان انت ما نمتش كويس. فزي ما قلت لك اهم حاجه في انك تنظم حياتك في ثانويه عامه انه عندنا طبعا احنا عارفين خلاص ان احنا التليفون ده بقى جزء من روحنا، بقت عيننا التالتة. يعني حرفيا الموبايل ده كل عقلنا كلنا. انا ما عنديش 27 سنه ولا 29 سنه عشان اقول لك لا انا زيك بالظبط. التليفون حرفيا هو كل حياتي. بس في فرق ما بين من 3 سنين دلوقتي بقى في مليون الف ابلكيشن ممكن يخليك تقعد عليه دقيقه ياخد منك ساعتين 3 ساعات، ممكن ياخد منك اليوم كله وانت ما تبقاش حاسس. طيب اعمل ايه؟ انا هقولك انت حاول تخلي تليفونك، انا مش هقولك بقى ساعه ونص ساعه، بس خليك لضميرك. لو انت طولت عن الساعتين في التليفون فانت بجد كده بتدمر دماغك، بتدمر حياتك، بتدمر مستقبلك. غير كل ده ان ربنا عمره ما هيديك على قد اللي انت بتعمله والزياده، لا انت لما تعمل اللي عليك ربنا هيديك عليه والزياده. بس وانا طيب يعني انا قاعد على التليفون وبصحى متاخر وعايزه ابدا ثانويه عامه، طب ازاي؟ زي ما قلت لك ان التليفون ده اكتر حاجه غلط ممكن انت تستخدمها في ثانويه عامه. حتى لو بتاخد اونلاين يا سيدي، كمبيوتر، لابتوب، اي حاجه الا الموبايل. اقعد على تليفون مامتك اشرح الحته الاونلاين، باباك، اخوك، اي حد عندك في البيت الا تليفونك فجاه هتلاقي مسج واتساب، هتلاقي انستجرام، هتلاقي كل حاجه جت. فانت بالطبع عقلك هيبقى مشدد معاه. زي كده لما بيقولوا لك، انا مش قصدي ادخل حاجه، بس لما بيقولوا لك لما تبقى جعان وقدامك صلاه كل وبعديها صلي. طب ازاي؟ عشان انت لو صليت وانت جعان مش هتعرف تركز في الصلاة ومش هتحسب عليك، انت مش هتبقى في خشوع ما بينك وما بين الصلاة. فزي ما بقول لك كده، يعني دي مالهاش علاقة بدي، بس حاجة متشابهة. بس حاولت اوصل لك الفكرة ان انت لو في ايدك تليفون ووراك مذاكرة انت حرفيا مش هتنسى حاجة اسمها تليفون، وهتفضل ماسكه وهتلاقي الوقت اتكلم. ولو عندك درس هتلاقي معاك الدرس جه ولا حضرت له ولا ذاكرت له ولا عملت اي حاجة. فبجد نصيحة مني، خدوها نصيحة بجد. التليفون ده غلط. حتى لو انت شخص منظم وبتعرف تاخد الوقت، محدش بيعرف يسيطر على التليفون ابدا. انت اول ما تدخل من البيت تدي التليفون ده لوالدتك، او لو انت عايز تكبر نفسك كده اقفل التليفون. هي ساعة بجد، ساعة يعني تاكل فيها نفسك، تمسك التليفون تحطه في حتة وتقفله وخلاص كأنك ما عندكش تليفون. بعد ساعة اقعد على التليفون براحتك، مش هتخسر حاجة. هي ساعة واحدة بس وهتفرق مع ربنا. لما تتحط قدام الامتحان هيفرق قدامك الساعة اللي انت كنت فعلا عامل اللي عليك فيها، كنت فعلا طلعان عينيك فيها وعملت اللي عليك وبالزيادة فيها. فما تقلقش، لو محدش شايفك فربنا شايف. ثالث حاجة، احاول اصاحب حد ايجابي، احاول اتجنب اي حد سلبي، احاول كمان ما قربش من الناس اللي هي على طول هي مش بتذاكر، على طول انا مش عارف احل، على طول الامتحانات صعبه، السنه كبيره، انا زهقت، انا تعبت. ابعد عن كل ده. حتى لو اللي معاك ده مولود معاك من وانت صغير وبقيتوا في سنه ثالثه ثانوي مع بعض، ابعد عنه، اسمع كلامي، ابعد عنه. ليه؟ لان ده هتلاقيه في الاخر لو انتوا علمي دخل كليه الطب، هندسه، زي ما بقولك مش كله بقى يقول لك الكلمه وبيعملها، لا. يعني دلوقتي انت لو قاعد معاك صاحبك اللي هو حرفيا ما عندوش دقيقه يذاكر فيها، صاحبك اللي انت بتقول عليه اللي هو ما عندوش دقيقه يذاكر فيها، هو حرفيا مخلص المنهج 3-4 مرات. فانا بجد مش قصدي
احاول ما اخليش فيه ثقه في الناس، بس تجنب اي حد بيأذيك، تجنب اي حد بيشغلك عن مستقبلك. حياتك غير حياه صاحبك، حياتك غير حياه صاحبتك. انت فيك ظروف، صاحبتك فيها ظروف. صاحبتك قادره لو هي فعلا ما بتذاكرش هتعرف تلم المنهج، هتعرف تلم نفسها. يا انتوا تتفقوا مع بعض وتحاولوا تهونوا على بعض، يا اما لو في واحد ايجابي واحد سلبي خلاص مش هينفع تكملوا السنه. ودي نصيحه منكم انتوا الاتنين. لو انتوا الاتنين مش عارفين حاجه في ثانويه عامه وخايفين من ثانويه عامه حاولوا تهدوا مع بعض. لكن لو انت في علاقه او انت في علاقه مع صاحبك على طول بيضرك، على طول يلا نروح يلا نعمل، يا عم هتتعوض الكلام ده كله، انسى. مش هتعرف تعمل حاجه وهو اللي هيسبقك اكتر منك بمراحل. فنصيحه مني تجنب اي شخص، تجنب اي شخص سلبي. حرفيا الموضوع ده مهم جدا 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 في ثانويه عامه. رابع حاجه انا كان نفسي اقولها اول حاجه حرفيا، بس انا عايزه اقول لكم ان اهم حاجه في الموضوع ده كله الصلاه. هنعمل ايه؟ انا هقول لك، انت لو في درس او في اي حاجه طبعا ده ليك عاطل، مش هينفع تسيب الدرس وتقوم تصلي. زي ما قلت لكم كمان عندنا رابع حاجه وقبل الاخيره، ودي اهم حاجه انا ممكن اتكلم فيها، يعني انا كنت هخليها اول حاجه بس انا حبيت برضو ان انا اقولها كده في النص، لان انت ممكن تكون ناسيها فانا هفكرك بيها، ولو انت ما كنتش ناسيها فانا بجد بحييك جدا ان انت فاكرها من اول الحاجه. طبعا الصلاه مهمه جدا 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 فوق ما تتوقع، فوق ما تتوقعي. لو انت عايزه توصلي لحاجه مستحيله الصلاه هتعملها لك. لو انت حاسس ان انت تعبان ومش هتعرف تعمل اي حاجه ونفسيتك صفر الصلاه هتقويك. لو انت حاسه ان كل حاجه بايظه وان انت مش عارفه تحلي وان دماغك خلاص مش قادره تفكر الصلاه هتعمل. مش معنى كده ان انت تصلحي مصلحه، لا، يعني صلي من قلبك، صلي وقولي يا رب من قلبك. صدقيني وصدقني الصلاة حرفيا بتغير حياتك 360 درجة بجد. مع واحدة كانت في ظروف صعبة جدا ثانوية عامة الصلاة بجد مهمة جدا. ويا سلام لو تديها ركعتين قيام الليل ولو اكتر براحتك على حسب، بس بجد حاول تصلي كده يوم قيام الليل وشوف الفرق، شوف حياتك هتبقى عامله ازاي، شوف وقتك هتحسه طويل وفعلا كل دقيقه بتستفاد منها ازاي في يومك. حقيقي الصلاه مهمه جدا 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 لاي حد، مش شرط ثانويه عامه، بس اي حد عايز يوصل لحاجه معينه فالصلاه بجد هتحققها. فاهم حاجه من كل اللي انا قلت دي ان احنا نحافظ على صلاتنا وعلاقتنا بربنا. الحاجة بقى وعايزة اقولها لك، ما تسابقش حد، ده مش متأخر خالص، بالعكس ده وقتك ان انت تبقى على مهلك فيه. محدش مسابقك ولا انت مسابق حد. خليك في زي ما انت في حياتك، خليك في طريقتك في المذاكرة. لو انت ما بتعرفش تذاكر مع اصحابك عادي جدا، ما تتكسفش وما تقولهمش اصل انا مش عارف، لا، قول لهم انا ما بعرفش اذاكر مع حد. فعادي جدا 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 ان انت تذاكر لوحدك وتقول لهم من غير كسوف انا عايزه اذاكر لوحدي. اقفل على نفسك. وهقول لك حاجه كمان اخيره، الوقت اللي انت بتضيعه بره اديله حق في البيت. يعني لو انت مثلا كنت طول اليوم بره او 7 ساعات بره، روح نام ساعه و7 ساعات بالظبط تقضيهم في المذاكره. زي ما انت بتضيع وقت بره حاول تدي حق المذاكره عليك، عشان صدقني كل دقيقه انت بتعملها في ثانويه عامه والله العظيم ربنا فعلا مش هيضيعها تعبك فيها ابدا. لو انت فعلا تعبت من اول السنه لاخر السنه حرفيا ربنا هيديك بزياده قوي، حتى انت نفسك ما كنتش هتتوقع ان ربنا هيكرمك كده. صدقوني بجد السنه سهله جدا جدا جدا، مش محتاجه توتر. هي بس سنه شديده شويه، مصاريفها كتير شويه، انا بتكلم بجد مصاريفها كتير شويه. فاحنا لازم نعمل اللي علينا قوي. حاول على قد ما تقدر، ومش هقولك مفيش تعب قدام، هي مفيش حاجه اسمها مفيهاش تعب، الحياه اصلا كلها تعب، بس تعب اهون من تعب. يعني لو احنا فعلا عملنا اللي علينا دلوقتي حرفيا هنرتاح قدام كتير جدا جدا جدا. وقبل ما انهي الفيديو يا رب يكون ال5 حاجات دي فرقت معاك ده لاي شخص بيحط لايك وكومنت وشير، بجد بفرح جدا. ان شاء الله في فيديوهات كتير قوي جايه بخصوص الدراسه وازاي هعمل في الجامعه اليوم بتاعي منظم، هعمل لكم فلوجات كتير جدا 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 في الجامعه. قبل ما انهي الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تتفرج عليا. بشكر جدا اي شخص بيدعمني وبيكتب كومنت. وطبعا لو حبيت فيديو جاي جديد عن حاجه معينه انتوا عايزين اتكلم فيها سيبوها في الكومنتات وان شاء الله هعمل. متنسوش الفتره اللي جايه هعمل لكم فيديوهات كتير قوي عن الدراسه والجامعه وحياه الطالب في الجامعه وحاجات كتير قوي تخص البنات في الجامعه. استنوا الجديد، وشكرا جدا للي كمل الفيديو للاخر.